يا جماعة كوني شخص مستفز دائما وبشكل مستمر، حبيت بصراحة أفش قلبي وأحكي عن الأشياء اللي بتستفزني. بلكي في حدا يعني يستفز معي، ولا هو أنا اللي مش طبيعية، ولا شو الوضع؟ بصراحة حياتي في المواصلات يعني هي عبارة عن رحلة من العذاب، والشخصيات اللي بصادفها والحمد لله يعني نوع من أنواع الابتلاءات الدنيوية مستفزة جدا، واغلبها اناث صراحه للاسف. يعني اول شخصيه هي الشخصيه او البنت اللي بتطلع راشه 3-4 انواع ديودرنت، لاني ما بديش احكي عطر، لانه العطور احنا عندنا يعني اللي بيركبوا مواصلات ما بحط عطور يعني لهدف انها هيك تبسط الواحد لما يشمها. الناس اللي بترش عطور تستحق انها تنشم ما بتركب مواصلات اصلا، يعني بتركب في سيارتها بتكون مدلله وما شاء الله عنها. بكون صاحيه من النوم مقفله، طالعه من الدار مقفله، حياتي كلها مقفله، هي بتيجي بتكمل على باقي. يعني انا بوصل لدوامي راسي مقفل تماما، خلص جاهزه، يعني محدش يحكي معي، جيوب تم اغلاقها تماما، واصل الاشي للمخ. أنا بحكي لها من شان الله راعي ربنا، بديش احكي في انه العطور حرام وحلال، بديش ادخل في هذا الموضوع، راعي ربنا في العيانين اللي زيي العيانين اللي مسكره معاهم الحياه، راعي الناس اللي طالعه واصلا هي لسه مش صاحيه من النوم، وروائح السجاير الشوفير اساسا هي خنقه، وانت ريحتك خنقه، والسياره خنقه، وكل الحياه اصلا هي خنقه. الشخصيه الثانيه، احنا عنا السياره جنب بعض بكون 3 كراسي، هي بتقعد على الكرسي الاول والتنتين اللي جوا فاضيين، ومطلوب من الراكب اللي جاي بعديها انه يمر من خلالها، يدعس فوق رجليها، او مش شخص شفاف او جسم يعني مثل الهواء، تفضلوا امرقوا في الحفره الصغيره هاي، بتوسعش طفل صغير، نطوا وفوتوا جوا. ليش؟ بعرفش صراحه، ما بعرف ايش الهدف، ما بعرف. انا بكون اولها مفكره انه بدها تنزل قبلي، بتطلع نازله بعدي، فانا ليش؟ ايش الهدف انها تقعد على الطرف وتخليني انا جوا؟ مش فاهم. انا ما عنديش مشكله اقعد جوا، بس عندي مشكله انه انزلي وطلعيني برضه، يعني مش بتضمي حالك 1 سم، ايش فادتني ال1 سم في السنتيات اللي عندي انا؟ عشان ما تزعلش البنات يفكروا اني بس مستقصداهم، في عندي رساله الى اخواني الذكور، الشباب منهم والكبار في العمر، يعني اهم رساله يعني موجهه لك بشكل شخصي. انا بقدر جدا انه جلسه الذكور يعني او قعدتهم تختلف عن قعده الاناث، بس بترجاك يعني ما تزودهاش، يعني بس اكيد انت فهمتني، ما تزودهاش صراحه، يعني الاشي بضايق كتير، مزعج، يعني خلص خليني بدون ما اعبر، بس تزودوهاش، اتمنى ذلك.